هلا بننتقل للمشترك التالي. مساء الخير. احنا للاسف كشعب بنحب الفتي جدا جدا جدا. نادرا لما تسال حد على حاجه ويقول لك ما اعرفش. انا اخر مره كنت في القاهره وانا اصلا من اسكندريه، فالمفروض كنت رايح عنوان معين مكتوب معايا في ورقه. فالمهم يعني اتعشمت في مواطن مصري معدي، قلت اوقف واساله. رحت داخل عليه قلت له لو سمحت ممكن تقولي العنوان دوت فين بس؟ راح بص فيه كده، هو قال لك فين؟ قلت له ما لو كان قال لي ما كنتش سالت حضرتك. قال لي تصدق صح. راح بص فيه تاني كده، قال لي طب هو قال لك قبل البنزيمه ولا بعد البنزيمه؟ قلت له ما انا مش عارف البنزيمه فين اصلا حضرتك، انا تايه. سيبك من كل دوت، المشكله ان الفتشي لما يبقى في حاجه طبيه تروح على الدكتور الصيدلي، وخاصه في المناطق الشعبيه، فتلاقي واحد داخل له كده يقول له انما دكتور من 4 سنين انت اديتني برشامه بني في بيج ريحتني قوي، فهو هيفتكر من 4 سنين برشامه بني في بيج. فالدكتور يقول له طب اسم الدواء ايه؟ يقول له بص هو كان في بي او ال خير لما اجعله خير اخره زد. هو بيفسر لك حلم يا جدع. انت المفروض بتخش له برشته وتقول له انا عايز كذا. الفكره اللي انا كنت عايز اتكلم فيها هو ايه المشكله لو احنا قلنا ما نعرفش؟ انت مش هتبقى ناقص حاجه، الكمال لله وحده. احنا كلنا في الدنيا دي زي البازل، حته زايده وحته ناقصه بنكمل بعض. مفيش مشكله لو قلت ما اعرفش. ليه ما بنهتمش بالصحه؟ يعني ليه لما يكون عندك وجع بسيط ما تروحش للدكتور؟ ايه الفكره اللي انت تستعين بحد او تروح لصيدلي؟ يا ريت يا جماعه نهتم بالتشيك اب، يا ريت نهتم بالصحه كويس. الصحه دي نعمه من ربنا، يا ريت نهتم بيها اكتر. شكرا. الحمد لله على سلامتك يا احمد عبدو. خلينا نستمع الى اراء لجنه التحكيم. بنبتدي مع مين بدك نبتدي؟ مع استاذ حسن، شو رايك؟ يعني اللجنه تشوف. استاذ حسن. مساء الخير يا احمد. مساء النور استاذ حسن. ازيك؟ تمام الحمد لله. مش عاوز تروح الصيدليه؟ لا مش عايز. اكيد؟ لا مش عايز. طيب يا حبيبي احمد، انا ما شفتش حاجه ضحكتني بصراحه، ما تمام. تزعلش مني. أوكي. يعني انت راجل بتحكي مواضيع حتى اقرب للسياسه مش للكوميديا. تمام. حاجه غريبه يعني. اوكي. معلش يا احمد انا اسف مش هقدر. لا ولا مش حضرتك استاذ حسن. ماشي يا حبيبي. تمام. اول وجه حزين من استاذ حسن. سيرين. ما ضحكتنا، يعني ما صار في اي شيء له علاقه بالضحك، مع انه في رساله واضحه كانت بالنهايه، انه مثل كانك عم بتوجه للناس انه ما يفتوا. اوكي، بس انا بدي اعتذر منك لانه بالحقيقه ما كثير ضحكنا. سيرين ايضا ساد فيس. محمد هنيدي. كثير من الاوقات حكينا انه الوقت اوقات بيظلم الممثل. اكيد شو رايك؟ كان في وقت كافي كان في لأحمد؟ وقت، كان في وقت طبعا. فانا مش عايزك تزعل والنبي يا احمد. والله لا وحياة عادي. ابوك. اكيد. حبيبي يا حماد، حبيبي يا حماد. شكرا. انا هديك واحده كده محمد بس انا عارف هنيدي. انها مش اروح بيها هتنفع. البيت برضه منظرها يعني. الله فاهم؟ يخليك. حاجه تبقى استاذ ايه. محمد اداني سمايل يا بابا. حبيبي يا حماد حبيبي. سمايلي فيس من محمد هنيدي. شكرا لك احمد. شكراً شكرا يا لك. اكيد المشتركين كلهم عم يستفيدوا من ارائكم.